السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي أحسن حال إن شاء الله. النادي الأهلي عن ضم إيرانا أوتارا اللاعب البوركيني المحترف في جورجيا لاعب خط الوسط المدافع، واحد من ضمن المرشحين في حالة فشل التعاقد مع حمدان. أكد النادي الأهلي على نفس الكلام اللي اتقال على دانيال داجا، هو نفس الكلام بالظبط اللي بيتقال دلوقتي على اورانا اوتارا اللاعب البوركيني اللاعب خط الوسط ده المحترف في جورجيا. اللاعب دوت على فكرة عقده ينتهي مع ناديه في شهر 12 2026، يعني يتبقى موسم واحد فقط في عقد اللاعب ده. طبعا عنده 18 سنة، يعني لو جه النادي الاهلي هيجي كلاعب اجنبي تحت السن. ولكن برضه اوتارا من ضمن اللعيبه المرشحه كبدلاء في حاله فشل التعاقد مع حمدان في شهر يناير المقبل. ولكن الموضوع الأهم أليو ديانج هل هو مكمل في النادي الأهلي أم لا؟ ده كل اللي احنا عايزين نعرفه الفترة الجاية إن شاء الله من إدارة النادي الأهلي، إن هم ينزلوا بيان إذا كان اللاعب هيكمل ولا لأ. فلو أنت من محبين أليو ديانج وإن هو يكمل في النادي الأهلي، يا ريت ما تنساش تكتب لنا في التعليقات، وأهم حاجة تصلي على النبي. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل بتاعك، واهم حاجه تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.